ان شاء الله يريد الجو في ملعب رادس. هذه هجمه وهذا انطلاقه وهذا سقوط. الحكم مش يعطي، الحكم يعطي مخالفه ضد ايمن السلطاني. ايمن السلطاني لا 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 يا ايمن، لا يا سلطاني. فوضى الكل تلعب. فما بعض الجماهير دخلت الميدان سمير، بعض الجماهير بدات تدخل الميدان. ان شاء الله يتمكن الامن باش المقابله وعلى سلامه اللاعبيه. النادي الافريقي فريق عريق، ما يجي نتيجه مقابله باش تحدد المصير ولا مستقبل. الامور بدات تخرج على السيطره سمير. ان شاء الله لا، ان شاء الله لا، على كل ان شاء الله لا، ان شاء الله يتمكن الامن اللي قاعد يقوم مجهود كبير، يتمكن ان شاء الله باش يسيطر على الاوضاع هذه. النادي الافريقي قلت انه ماهيش نتيجه مقابله هي اللي مش تحدد مصيره. النادي الافريقي عريق، فريق القاب، فريق كبير وجمهوره كبير ومن ذهب. صعيبه المباراه كما قلت توقف للحظات بعد ما وقفها الحكم في انتظار انه ترجع الامور لنصابها، ولكنه انا نعتقد انه صعب انه ترجع. نخيروني نرجع للاستوديو مع الزميل مهدي كتو في انتظار وانه الاجواء تصبح طيبه في ملعب رادس. اجواء صعيبه مهدي في ملعب رادس. هكا تشوف الصور في المباشر، يعني فوضى كبرى، فوضى عارمه شبيهه باللي ريناها في ملعب القاهره. شكرا لك بديع، شكرا لك بديع. الصور نشوفوا فيها بكل خيبه وكل استغراب. اذا نادي افريقي كان رجع على السكه نوعا ما بتسجيله الهدف، لكن ما نعرفش انت حكيت على احداث على المدارج قبل ما يكمل يشعل النار. ايمن السلطاني، رايك في اللي قاعد يصير تو حاليا، وكان نشوفوا الصور مباشره ايضا في مدارج ملعب رادس وجدي؟ يعني بصراحه الاجراءات كل خذاوها المسؤولين، لكن الله غالب ثم ديما فئه من الجمهور، ديما فئه ظل انا نسميها في كل ملعب نلقاهم، ولينا نلقاهم في ملعب بنزرت نلقاهم. نشوفوا الجماهير تحاول اقتحام حجرات الملابس، معناها هذا التونيل كيما فيستير. نشوف الجماهير قاعده تحاول تدخل لاستاديي. تم اعتماد 300 و 350 عضو من اذا 300 او 350 عضو امن معناها من شركه خاصه، لكن هذا ما كفاش. هل النتيجه تفسر كل شيء بسام؟ والله ايش نقول لك، حسيلو هذه مشاهد احنا ما نحبوش نراوها، لكن قاعدين نشوف فيها كل اسبوع. شفناها في القاهره، كنا نددنا بها، شفناها في ملعب بيجا، شفناها في ملعب بنزرت. اذا توا تتعاود في ملعب رادس. هذا تاكيد انه ثم معناتها اللي خاطر النادي الافريقي خذا الاحتياطات اللازمه، وشفنا وسمعنا وهيئه الاحباء وهيئه التنظيم وكل شيء، لكن نحن نشوفوا توا ثم عناصر اللي تصر على الدخول الميدان، يعني ثم نيه كان نيه مبيته. ونذكروا اللي هذا باش يضر بالنادي الافريقي خارج الميادين وبقيد لاكاف. معناها القرارات اللي باش تاخذها الاتحاد الافريقي باش تكون صارمه جدا. شفنا ديجا قرارات اتخذتها الكونفدراليه الافريقيه تجاه النجم الرياضي الساحلي. تو باش يكمل النادي الافريقي شكون باش يكون ممثل الكره التونسيه؟ تفضل وجه. يعني مشكله كبيره. ثم ناس يعني قله وعي، وانا نقول لك هذه امور مدبره، لانه مش معقول كل مرة تتعاود نفس السيناريو. شوف يعني ضرب للحكام، يعني اشياء الاعتداء على الحكم، وهذا اللي باش يكلف غالي النادي الافريقي. نطلبوا من الحاضرين في الملعب التدخل لحمايه الطاقم التحكيمي، لكن هل نجموا نلوموا على الجماهير وقت اللي تم الاعتداء على الحكم من قبل اللاعب اللي هو ايمن السلطاني؟ يعني بصراحة يعني أشياء ما تشرفش لا الرياضة التونسية لا النادي الأفريقي. مش هذا النادي الأفريقي بالطبيعة. أنا نشوف اللي هم فئة يعني بريء منهم النادي الافريقي. هذا ما مش محبين النادي الافريقي. النادي الافريقي عنده جمهور مثالي. هذوما ناس، هذه ناس اشياء مدبره. هذا مخارج النادي الافريقي. هل كان من الاجدر ان النادي الافريقي يختار اللاعب بدون حضور جمهور في مباراه كما اليوم؟ احسن حل. انا كنت الراهن في الوضع الراهن في البلاد. احنا نحبوا نشوفوه تو اللي ناكد كلام خويا وجدي، انه الناس قاعده تستنى في 10 دقائق الاخيره. يعني محب النادي الافريقي يقعدوا يتبع المقابله الاخر وقت. لكن هذوما برشا جماهير من احباء النادي الافريقي كانوا غادروا الملعب. شوف فيهم خرجوا من التونيل. غادر الملعب هذاك محب النادي الافريقي نشوف فيه. هذا هو معناها الفئه اللي قاعدت في الميدان. لازم يخرج حتى في الشوط الاول يغادر الميدان. النادي الافريقي بلش يصر لهنا على اقتحام الميدان. والامثله تعدات معناتها في المشاهد، تعدات في التلفزه التونسيه، معناتها علاش صار في مصر، علاش صار في السودان وكل شيء، والناس الكل افرتي من الشيء هذا. ونلقى شكون باقي مصر انه في اخر مقابله يدخل.
نشوفوا حمايه الحكم ونشوفوا ودخوله الاستاجير. حجرات الملابس، وفما لي بروجيكتيل. شوف في القوارير اللي تم بعثها من المدارج تجاه الحكم. رايك حسن انت في اللي صاير توا على الملعب؟ بالتأكيد هذا أمر مؤسف وما كان يجب أن يحدث. كما قلتم جمهور الإفريقي ظل يساند فريقه حتى وقت متأخر من المباراة. ما يحدث هذا لا يمت للرياضة بصلة، لا يشبه الجماهير التونسية التي عودتنا دائما على التشجيع المثالي والتشجيع الراقي والوقوف مع أنديتها في كل الأحوال والظروف. رأينا حتى المنتخب التونسي يخسر ولكن لم نشاهد مباراة يحدث فيها مثل ما يحدث الآن يعني. واضح. لكن بسام نحب نتوجه لك بسؤال. شفنا خلاف المسار في بنزرت انه الحضور الامني خذا بزمام الامور بسرعه. يعني هوني نحب نقول انه الاعداد اللي حاولت تقتحم معناتها اعداد محصوره، ماهيش اعداد اللي كما شفنا في مقابلات مثلا في الزمالك ورينا معناتها عدد ضئيل. وشوفوا الامن قداش متواجد هنا. الامن حمايه مدنيه، الاستاديين تاع النادي الافريقي ثم 300 و400 يعني حتى ذوما اللي موجودين فوق الميدان كلهم قاعدين لحمايه معناتها ولتجنب ما الشيء اللي خايفين منه. اللي توا نحن خايفين منه انه مثلا الكونفدراليه الافريقيه خذت بعين الاعتبار الوضع الراهن في مصر وقت اتخاذ العقوبات ضد الزمالك المصري. هل باش تكون فما لا ميم كليمونس ضد الانديه التونسيه وبالخصوص النادي الافريقي؟ شوف اللي صار في مصر يعني هذا حتى شيء بارابور اللي صار في مصر. اللي صار في مصر يعني كارثه كبيره. لكن نعرفوا لو دو بوا دو ميزور تاع الكونفدراليه الافريقيه ذاك علاش حاجه نخافوا منها ونتخوفوا منها. شوفوا هنا يعني الاستادي ورجال الامن يعني هما اللي مسيطرين على الوضع. بالطبيعه ثم البعض من الجماهير مازالت يعني شاده صحيح. ما نتصورش كان هذوما محبين النادي الافريقي. يمكن نشوف المباراه ترجع كان رجع الامن على الميدان بعد الاعتداء نوعا ما على حكم المباراه. والله لا ما المباراة ما ترجعش من باب مستحيل. ما ثماش حكم في العالم يرجع مباراة تلعب زي كيما هذه. ثماش مستحيل. يعني انا قلت لك شوف ناس يعني ثم شكون مصر وانا يزيد يضرب. خاطر الجماهير الافريقي معروفه الافريقي كان يربح المباريات نتاعو في 5 دقائق و3 دقائق وفي الوقت الضايع يعني. وجمهوره ديما يشجع وديما يدز من وراء الفريق نتاعو ويعاون فيه وكل شيء. مش هذا جمهور الافريقي. هذه ظاهره نعرفوها وجهي ظاهره منذ مده معناها شفناها في الميادين. نعرفوا المندسين اللي ما يمثلوش اللي فئه قليله. الكلام هذا قلناه نعرفوا وحتى توا ما ينكريميني جمهور النادي الافريقي. لكن اللي صاير توا نحكيو عن النادي الافريقي كجمعيه باش يضر الجانب الرياضي والجانب المالي. الناس هذم المفروض يكونوا صارمين معاهم لاقصى درجه. لان صوره تونس الميزان وحاجه اخرى كان لازم حتى يشهروا بهم في التلفزيون. يعني يحكموا عليهم ويحطوا لهم صور نتاعهم ويشهروا بهم لانهم قاعدين يضروا في الصوره نتاع تونس مش في الصوره نتاع كره القدم. خاصه النادي الافريقي انه في الظرف هذا ماهوش في حاجه لحاجات من النوع هذا بكل صراحه. معناتها يظل مش نادي افريقي بركه البلاد كامله. ما عندناش في حاجه بس البلاد كامله يظل الوضع الراهن اللي حكينا عليه. الانفلات الامني اللي صار حتى اليوم في الشوارع التونسيه البارح كيف التصريحات هذا كل ما خلاش يكون ان كليما معناها الحاجه اللي واضحه. نشوف الصور نشوفوا انه الامن موجود. نشوفوا انه في ساعه الامور رجعت الى نصابه لكن الضرر وقع. الحق الضرر في جمعيه النادي. رجل الامن يعني هذاك علاش مثلا في مباراه يعني الكوميسار دو ماتش اللي قاعد يشوف شافوا انه وقع اقتحام ولو حتى وتم اعتداء على الحكم. وتم اعتداء على الحكم واضح. لكن ذكروا زاد الفرق ما بين اللي صار في بنزرت وصار اليوم في بنزرت. كنا نحن متخوفين بيدنا على الفرق التقنيه الموجوده على المكان على الارواح التونسيه على العباد على اللاعبين على الجماهير. اليوم ما عادش متخوفين ما عادش خايفين على اللاعبين خاطر معنا فما امن موجود. لكن خايفين خاصه على الجانب الرياضي ومستقبل النادي الافريقي على المدى القريب والمتوسط. خاطر كي نحكيو على المدى القريب هو الانسحاب من رابطه الابطال الافريقيه. ونذكروا الساده المشاهدين اللي لو انسحب رياضيا اليوم النادي الافريقي على الميدان بنتيجه تعادل او ربح 2-1 او هزيمه اليوم انه يلقى روحه في كاس الاتحاد الافريقي. مازال عنده مسابقه افريقيه باش يواصل المشوار. لكن باللي صار اليوم على الميدان المستقبل نتاعو معناه مكتوب بوينتي. هذا هو المجازفه باختيار اللعب بالجمهور. هذه هي فيه ريسك. ثم ريسك نسبه مئويه. واثقين كهيئه مديره كعائله النادي الافريقي واثقه من الجمهور نتاعها والتصرف نتاع الجمهور نتاع النادي الافريقي معروف. الجمهور الافريقي هو بريء من امور كيف هذه. لكن ثم ريسك من اللي صار في مقابلات اخرى في بنزرت وغيره انه ثم ناس حريصين باش يفسدوا المقابلات وفسدوا. والعباد ديما تقرا الباهي في المستقبل. في العباد يقول لك نحن